بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. أول يوم في شهر رمضان، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله، وربنا يعود دايما عليكم بالخير واليوم والبركات. هنتكلم في موضوعين النهاردة، موضوع أحمد حسام ميدو، تصريح أحمد حسام ميدو، وطبعا موضوع بيراميدز والميزة اللي كانت عند الأهلي بقت عند بيراميدز، لكن هل هتستمر ولا مش هتستمر؟ هنتكلم في الموضوع ده. طبعا تصريح احمد حسام ميدو لما قال لو الدنيا ما حصلش فيها عداله هنطلع على الفيفا. قال لك لو التحكيم ما حصلش فيه عداله هنطلع على الفيفا. واتكلمت في حلقه امبارح، في حلقه وقلت الاخطاء التحكيميه، في اخطاء كارثيه لنادي الزمالك قدر يفوز بيها، مش هقول لك يتعادل بيها، لا قدر يفوز بيها، وهي اللي خلت الزمالك دلوقتي في الثالث. يعني هي اللي خلت الزمالك دلوقتي الثالث، بعد عن الدوري او عن منافسه الدوري. والمنافسه دلوقتي بقت ما بين النادي الاهلي وبيراميدز. ولكن الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في ماتشات الزمالك اخطاء كسبته، مش هقول لك خليته تعادل. يعني اول 3 4 ماتشات في الدوري الزمالك كان متساوي مع النادي الاهلي بسبب ايه؟ بسبب الاخطاء التحكيميه والكارثه اللي حصلت من محمد عادل وميدو سلامه. لكن هو يقول لك اصل لو ما حصلش عداله هنطلع على الفيفا. طب اطلع على الفيفا، هتلاقي نادي الزمالك مسجل هناك، اقسم بالله هتلاقي الزمالك هناك. يعني مجرد ما اقول بس نادي الزمالك ويعمل سيرش على نادي الزمالك عنده قضيه مش عارف بتاعت مين، عنده مش عارف قضيه بتاعت مين، عنده ده بيطالب بمستحقاته، ممكن يروح اصلا يلاقي جروس اصلا قاعد له هناك. والله ممكن يروح يلاقي جروس قاعد له هناك. فعارف يا جماعه المثل اللي بيقول دايما اللي اختشوا ماتوا. والله اللي اختشوا ماتوا. يبقى في مباراه البنك الاهلي محمد عادل يقول لي ميدو سلامه الله يخرب بيتك يا ميدو، الكره جايه من الارض ويجي يحسبها ضربه جزاء. في ماتش سموحه اهي، عرضتها لك امبارح في حلقه امبارح اهي، 3 حالات او 4 حالات، ركله جزاء لسموحه وطرد على عمر جابر وهدف مصطفى شلبي اوفسايد. هل كل ده ما كانش كفيل ان سموحه يكسب الزمالك؟ لكنك تقول ان ما حصلش عداله. هو دايما اي حد مسؤول في نادي الزمالك في الاداره، او لو حد متطوع كده او متحدث رسمي، اول حاجه بيعملها في اول كل موسم ايه؟ اول حد 10 ماتشات او 9 ماتشات في الموسم، والاخر بنسمع النغمه دايما اللي احنا بنسمعها دلوقتي. بدايه الموسم لو الزمالك خسر او اتعادل، لا ده من بدايتها الدوري متوجه، ده من بدايتها عارفين مسار الدوري رايح فين، ده هم بيدوا للدوري الاهلي. دي حاجه احنا سمعناها عشان خاطر جمهور نادي الزمالك يبقى من جواه كده راحه. في بعض منهم بيردد الكلام، مش بعض منهم، ده 90% او 85% بيردد الكلام، و15% فاهم وعارف هو بيقول ايه. فاللي بيردد الكلام ده احنا عارفين ان الفلاشه بتشتغل وبيفضل يتكلم ويقول ويعيد على طول. زي ما معلش بتلاقي مسؤول بيصدر الحاجه وتلاقي ناس كتيره وراه، سواء بقى الجان او غيره. لكن الاخطاء التحكيميه اللي بتحصل ليك انت عارفها كويس. ولكن ارجعوا لاول مباراه لمحمود جهاد، اللاعب المنتقل من فاركو للزمالك، اول ما اخذ افضل لاعب في المباراه. ليه اخذ افضل لاعب في المباراه؟ عشان تصديرا لجمهور نادي الزمالك احنا بنجيب صفقات اهو، والصفقات بتتالق، مع ان كان في الماتش ده بالتحديد ما كانش هو افضل لاعب. ولكن لازم نصدر للجمهور ان احنا بنتظلم، ان مفيش عداله، ان مفيش، ان الصفقات اللي احنا بنجيبها افضل من اي حد. الصفقات اللي احنا بنجيبها اخذت نجم الماتش اهو، الصفقات اللي احنا بنجيبها عملت. هو ده اللي بيحصل من ميدو، هو ده اللي بيحصل من مسؤول نادي الزمالك. لكن بتقول ما حصلش عداله، ارجع لماتشاتك اللي انت اتجاملت فيها، وارجع لماتشاتك اللي انت اتظلمت فيها. شوف ايه حصل في ماتش زد. الكوره بتقول جت في ايد اللاعب وركله جزاء، الكوره ردت من صدر اللاعب لايده، زي ما حصلت لك في ماتش الاسماعيلي لما دونجا بيطلع الكوره والزحلق ردت في ايده. فجاء طارق مجدي طلع لكابتن عماد سليمان على الخط وقال له يا كابتن القانون بيقول ان الكوره لو اللاعب بيشتتها والزحلق وجت في ايده، او بيشتتها وجت في ايده، ما تتحسبش. حصلت في ماتشك انت. طب ارجع لماتشك انت برضو مع الاسماعيلي. بن طايق ما يطردش اللي جاب وتر اكيلس لمحمد حسن.
صح ولا غلط؟ ارجع لماتش زد، مصطفى شلبي لما هرس قصبت رجل اللاعب ما يطردش. صح ولا غلط؟ اجيب لك حالاتك كتير. حالتك في ماتش البنك الاهلي، ركله الجزاء اللي انت كسبت بيها، اللي انت كسبت فيها في اخر دقيقه. صح ولا غلط؟ ارجع لك لكام حاله، كام حاله انت كسبت بيها، كام حاله انت كسبت بيها. ولكن لو عايز تطلع على الفيفا، مع السلامه. اتحاد الكره مش هيقول لك ما تطلعش، ولا اتحاد الكره هيتهدد ولا يخاف ولا الكلام ده كله. هو ده كل موسم، هي دي نغمه كل موسم. ما فيش عداله، ما فيش عداله، ما فيش عداله، عشان خاطر لما ابعد عن الدوري ده انت يعني هقول لك على ايه؟ اقول لك اكتر من انت بتدعم بيراميدز. انت بتدعم بيراميدز انه ياخدوا الدوري زي الموسم اللي فات. حاجه غريبه. حتى نغمه الزملكاويه لما بيقولوا ده الدوري موجه للاهلي ومش واخدين بالهم ببيراميدز اللي هو خد مكانهم في افريقيا واخد مكانهم الموسم اللي فات واللي قبله. فحاجه غريبه. اطلع الفيفا، والفيفا مستنياك هناك، وهتلاقي جروس هناك، وهتلاقي ناس كتيره قوي هناك. هتلاقي ناس كتيره شاكيه الزمالك بمستحقاتها، هتلاقيهم قاعدين هناك. الموضوع بقى التاني، الموضوع يا جماعه من وجهه نظري موضوع مهم، لكن موضوع ميدو نغمه احنا اتعودنا عليها يعني. او اي مش شرط كابتن احمد حسام ميدو يعني كل المسؤول او كل اول موسم بتلاقي النغمه دي مش شرط بقى من ميدو، ممكن تلاقيها من ده او 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 من بعض الناس اللي احنا دايما عارفين طريقه كلامهم. المهم موضوع بيراميدز، الميزه اللي كانت عندي النادي الاهلي ان هو كان دايما بيفوز في الدقيقه 90 باستثناء مباراه حرس الحدود. شفتها في بيراميدز الماتشات الاخيره، بتلاقي دايما بيراميدز في الدقائق الاخيره بتحرز هدف، وجمهور النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي دلوقتي في الدقيقه الاخيره النادي الاهلي او اخر 5 دقائق النادي الاهلي بنبقى قلقانين ليدخل فينا هدف، ليدخل فينا هدف. ده كان ما يميز النادي الاهلي الفترات الاخيره. الفترات الاخيره ايه؟ من زمان، من زمن الزمن كنا نستنى الدقيقه 88 90 عشان نجيب هدف. اقسم بالله، اقسم بالله في مباراه حرس الحدود كانت الدقيقه 70 انا بقول امتى الدقيقه تيجي 90 عشان النادي الاهلي يجيب جون. مش عارف، كنت حاسس ان احنا هنجيب جون، وكنت متاكد ان احنا هنجيب جون. اقسم بالله انا ده قسم اتحاسب عليه. ولكن بيراميدز دلوقتي بقى بيلعب للدقيقه الاخيره، بقى بيلعب للدقيقه الاخيره، وبقى بيهدف في الدقائق الاخيره. النادي الاهلي دي كانت ميزته، ما بقتش عنده غير في مباراه حرس الحدود واشرف بن شرقي اللي صنع الفارق. السبب ايه؟ السبب ايه؟ اولا دوافع اللعيبه، دوافع اللعيبه. ما بقاش فيه دوافع اللي احنا دايما بنطالب بيها، حاولوا اللعيبه دي يبقى عندها دوافع للبطولات اللي جايه، لان ممكن يبقى تلاقي بعض اللعيبه يا اما عنده اشباع من البطولات يا اما حاجه تانية. ايه هي الحاجه التانية؟ هقول لك ايه الحاجه التانية. في بعض الناس بتلاقيهم بيقولوا ايه بقى؟ انا كده كده هكسب، كده كده النادي الاهلي ياخد بطولات، كده كده احنا بناخد بطولات، كده كده احنا اصلا لو وقعنا بنقوم تاني، كده كده ورانا جمهور بيحرك الحجر، بيحرك الصخر. فممكن تلاقي لعيبه يبقى تفكيرها ده حتى لو خسرنا بطوله عادي، ما احنا كده كده بنكسب كتير او كسبنا كتير. وممكن تلاقي لعيبه ما عندهاش دوافع، دوافع الفوز بالبطولات، دوافع الفوز، دوافع يبقى عنده اشباع، عارف انه في اي وقت هيكسب. دي نقطه او نقطتين. النقطه بقى المهمه، النقطه المهمه مارسيل كولر انا من وجهه نظري، طبعا التحليل الفني ده يا جماعه من كل واحد عنده وجهه نظر، ولكن من وجهه نظري ان مارسيل كولر ما بقاش عنده تطوير في اداء النادي الاهلي وتطوير في الهجمه. بقى تحس انه مكبر دماغه. مارسيل كولر بقى يعني ما بقاش فيه جبهه معينه تتعمل، ما بقاش فيه بناء هجمه من تحت، ما بقاش فيه تطوير للهجمه من الخط الخلفي للخط نص الملعب للخط الامامي. التحركات اللي انا بشوفها في المباراه دي بشوفها في المباراه دي بشوفها في المباراه دي بشوفها في كل مباراه. ان انا الاقي مروان عطيه ينزل يستلم يودي للباكرايت والباكرايت يديها له، يرجع لي على الباك ليفت والباك ليفت يديها له، يرجع على المساك والمساك يديها له، يروح على الباكرايت والباكرايت يروح عاملها طويله لوسام ابو علي او جريدشار يحركها بدماغه، يروح امام عاشور مستلمها، يبدا بقى بمهارته في الثلث الاخير. امام عاشور لو اتظبطت ليه بيشوط، لو ما ظبطتش يروح مطلع حسين الشحات يلف يروح يرجع للباكرايت، الباكرايت يروح عاطي لمروان عطيه، مروان عطيه يروح عاطي لاحمد رضا يروح على الدبيس، وهكذا. فانا محتاج تطوير في الهجمه. بعمل دوران بالكره كويس وبدور الكره كويس بفتح استرتش الملعب كويس، ولكن المهم ايه؟ ازاي اخترق؟
يبقى محضر سيناريو لكل مباراه هلعبها، لكل فرقه هلعبها. سيناريو ازاي؟ الفرقه دي لو قفلت قدامي اعمل ايه؟ طب خط نقاط الضعف عندهم ايه؟ هلعب ازاي معاهم؟ هلعب على اخطائهم ازاي؟ هلعب على نقاط قوتهم ازاي؟ يعني في مباراه الزمالك نقاط قوه الزمالك زيزو مثلا ومعاه عمر جابر، راح موقف له كوكا. طب ليه ما هاجمش من المكان ده؟ اخلي زيزو هو اللي يدافع عليا، اخلي زيزو هو اللي يدافع. صح ولا غلط؟ ما هو ده اللي كان بيعمله فايلر كان بيعمل ايه؟ فايلر لما كان بيلاقي نقطه قوه عند الخصم، بتلاقي فايلر لعب عليها، هاجم من ناحيتها. تخيل، هاجم من ناحيتها، ما وقفش حد يدافع، لا هاجم من ناحيتها وقال لك لازم اكون انا فاعل. فكان بيهاجم من ناحيتها، كان في نقطه القوه دي كانت بتقف تدافع، وكان بيجهده في الدفاع، زائد ان في حاجه قالها قفشه، او اعتقد حسين الشحات قال لك ان فايلر قال اي لاعب هيلعب كوره للخلف ملوش مكان معايا. فكنت دايما تلاقي النادي الاهلي في هجوم مستمر، مارسيل كولر ما عندوش تطوير في الهجمه، ومبقاش عنده تطوير في بناء اللعب من الخلف، عكس بيسيرو. هتقول لي بيسيرو ده اتعادل 3 ماتشات مع الزمالك. اتعادل 3 ماتشات مع الزمالك، ولكن بقى فيه، تحس ان في شغل مش تحس، لا ده في شغل في الزمالك. وفي فيديو او في حلقه نزلتها ليله مباراه النادي الاهلي والزمالك، قلت لك ان بيسيرو دايما بيعتمد على الاجنحه. عمل ايه الماتشات اللي فاتت بيسيرو؟ بقى الباك رايت والهاف رايت والديفندر 3 مع بعض بيروحوا يعملوا جبهه، وبن طايق وعبد الله السعيد ومصطفى شلبي بيعملوا جبهه، زيزو وعمر جابر وايا كان مين معاهم بيعملوا جبهه، محمد شحاته. فبتلاقي جبهات، فبناء اللعب عندي بقى ضعيف، محتاج تطوير في الهجمه، محتاج اخلق دوافع للعيبه، بلاش حته الكراهيه والحب، ودي حاجه مهمه. بلاش حته الكراهيه والحب، محتاج اهم حاجه اغير من التكتيك بتاعي اللي انا دايما بلعب فيه الماتشات. ولان الناس كلها حفظت، الفرقه كلها حفظت، بتستنى تدافع. ده لو ما هاجموش او ما قبلوش بطول الملعب بتستنى تدافع، وبعد ما تستنى تدافع بتلاقي بقى ايه؟ النادي الاهلي فضل يعمل دوران للكوره نص الملعب، الكوره ترجع تاني، وتلاقي الفرقه اللي ضدك بتلعب على مساحات اللي في خط ظهرك. فبتلاقي الفرقه اللي ضدك دايما بتهاجمك، زي فرقه حرس الحدود، جت لهم فرصتين يا جماعه، فرصتين بجوان وربنا سترها. فمحتاج اطور في الهجمه، محتاج اخلق دوافع عند اللعيبه، محتاج ابدا اعمل بناء للعيبه من جديد، وازاي ابدا الهجمه من تحت وتطوير الهجمه من تحت، واعمل جبهات، واعمل تكتيك في اللعب، واعمل يبقى عندي نظام لعب، يبقى عندي هجمه. انا كجمهور ببقى عارف ان مجرد ما الكوره ما توصل للاعب ده، عارف ايه اللي هيحصل فيها، وعارف ايه اللي هيتم في الهجمه، وعارف النظام اللي انا هلعب بيه والطريقه اللي انا هلعب بيها. العب بالطريقه اللي انا هلعب بيها، بلاش طريقه 4-2-4. محتاج العب 4-2-3-1. بلاش العب ب 4-3-3. بلاش دي، مش عايز العب بدي. ممكن العب 3-4-3 مش مشكله، 3-4-3 مش مشكله، وعايز العب براس حربه واحد، والعب ب2 هافات، الشحات واشرف بن شرقي وامام عاشور يجي لهم من تحت. لكن مش معنى ان امام عاشور الفتره اللي فاتت متالق يبقى لا اما احطه هاف رايت، لا اما هاف ليفت، لا اما راس حربه. لا مش شرط. ممكن مروان يلعب جنب امام عاشور في نص الملعب، وامام عاشور يقوم بالدور ده، والاثنين الباكات يقوموا الادوار الهجوميه مع بن شرقي ومع الشحات، ويبقى في 3 في الخط الخلفي، العش واشرف داري، وتحت منهم رامي ربيعه. سهله اهي، مش صعبه ولا حاجه. ولاعب جريدشار او لاعب وسام ابو علي، الاثنين كويسين. انا بفضل وسام ابو علي، ولكن الاثنين كويسين. فاتمنى ان مارسيل كولر الفتره اللي جايه يغير من الروتيشن بتاع النادي الاهلي والتكتيك بتاع النادي الاهلي، ويبدا يعمل تطوير في الهجمه، ويبدا يحضر يخلي يبقى عندنا اسلوب لعب احنا حافظينه ان شاء الله. عاش النادي الاهلي دايما بجمهوره، والنادي الاهلي دايما فوق الجميع. السلام عليكم.